ان خلاص انا قدامي شويتين ثلاثه ومش هبقى موجود تاني. والتسويف قلت انا خلاص انا مش هينفع اجل تاني اكتر من كده. دايما عايز ابدا، عايز اعمل الفيديو، عايز ابقى اعمل الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقه النهارده عشوائيه بصراحه. الواحد عنده كذا شعور وكذا حاجه بيفكر فيها في نفس الوقت، دماغي ملخبطه بشكل عام. بصور الحلقه دي الساعه 2 بالليل وانا كمان ساعات عندي يوم سماع السلاح، وهعرف انا فين في الجيش بقى. وكلها ساعات وكلها يمكن يوم يومين بالكتير واخش الجيش، الله اعلم، لسه هعرف بكره. فالمهم يعني الحلقه دي كنت عايز اصورها بقالي كتير قوي، بس ما كانش عندي الوقت وما كانش عندي الدماغ، ولا كان عندي وده برضو يعني سبب ان انا ما كنتش بعرف اصور الحلقه دي. كان هو موضوع الحلقه، يعني انا كنت دايما عايز ابدا، عايز اعمل الفيديو، عايز ابقى اعمل الفيديو. والتسويف كان سبب كتير ان انا اخر الحلقه دي 3 شهور ورا بعض. ودينا بنعملها عشان قلت انا خلاص انا مش هينفع اجل تاني اكتر من كده، لان خلاص انا قدامي شويتين ثلاثه ومش هبقى موجود تاني الفتره الجايه يعني. انا مش محضر اي حاجه، والحلقه دي تبقى من غير اي مونتاج، يا دوبك حاجه بس بسيطه والكلام ده كله، عشان انا جاي احكي، جاي احكي وجاي اطلع اللي في قلبي. يمكن يكون يعني حاجه للذكرى يعني. فالمهم خلينا بس نحكي قصه كده، او نحكي حاجه حصلت معايا. طبعا كأي طالب او كأي واحد يعني فترة شباب وبتاع، وكان الحماس ويلا سنة أولى تانية تالتة رابعة كلية وخلاص قربنا نتخرج، بقينا في سنة تالتة، خلصنا دخلنا رابعة الترم الأول، بدأنا نحس إن خلاص بدأت الأوضاع تخرج عن السيطرة، وبدأنا نحس إن إحنا بنكبر كده، وبدأنا نحس إن إحنا هنبدأ نتخرج ونواجه العالم وحاجات كتير من مجرد ما بتحس انت بتغير جوك او بتغير الانفايرمنت اللي انت عايش فيها. فالموضوع بيحس ان هو الواحد دماغه نملت، اللي هو ايه ده، ايه الشوك ده. الواحد راح في حتة تانية، يعني من طالب بقاله سنين السنين، بقاله 14 سنة بقى طالب، لدرجة ان هو بقى خلاص داخل يتخرج. الراجل ده راح فين؟ فاهمين؟ الواحد بعد ما اتخرج وحس ان هو كل معاني الدلع تجردت منه، وصوت الدلع اتشال من تحتيه، اتشد كده لا مؤاخذة يعني، اتسلت زي اللباس بتاعه. بدأ بقى يترمي في سوق العمل، بدأ يترمي في ان هو محتاج يتعايش، محتاج يبدأ بقى ينط كده ويقلع ملط وينط في السين، عشان يعرف يطور نفسه ويعرف يشتغل ويعرف يجيب فلوس ويبدأ يكون نفسه، الحكاية بتاعت أي شاب دي. فطبعا انت الواحد بيبقى نفسه في فترة ان هو ما بدأ شغل جديد، نفسه يحقق الاستقرار المالي بتاعه، نفسه يوصل للنقطة اللي هو بقى عايش فيها مبسوط ماديا، وعايش فيها مبسوط نفسيا، ولقى بنت الحلال اللي بيحبها، ولقى ان هو ازاي يرضي اهله ويسعد نفسه، وفي نفس الوقت ما يكونش بيعصي ربنا، ويكون بقدر الامكان عامل كل حاجة عليه يعني. فالواحد بيبقى عايز يبدأ ان هو يعمل كل ده مع بعض، وبيتسحل فجأة في دوامة الحياة ان هو مش عارف يدي كل حاجة 100% بتاعتها. يعني كل حاجة فيهم هو عنده بتاع كذا خزان، مش عارف يملي كل واحد للآخر. فاهمني؟ بتبدأ بقى من هنا الصراع، يبدأ من هنا ان هو مش عارف يكفي، مش قادر. فبيبقى الواحد نفسه يبدأ في ان هو يكون فلوس، مع انه بيبقى شغال ويبقى طالعين عين اهله مثلا، بس هو نفسه يبدأ يجيب فلوس، نفسه يبدأ يحوش، نفسه يبدأ يصاحب، نفسه يبدأ يخطب ويتجوز، نفسه يبدأ يرضي أهله. فاهمني؟ عايش عيشة سوية مبسوط بيها. فاهمني؟ فالواحد بيبدأ من هنا، بيبقى عايز يبدأ وما بيعرفش، بيفضل دايما في حتة ان هو انا بحاول ابالانس، بيحاول يمشي كده زي انه مثلا مسؤول عن اللي هو العرايس اللعبة دي. الواحد في دماغه دوامة، مش عارف يعمل ايه، مش عارف يعمل ايه، وبيعمل المشكلة ان هو بيعمل كل حاجة بالماكس باور بتاعه، يعني بيجيب اخره في كل حاجة وما بيعرفش يدي كل حاجة حقها، مش عارف يبدأ في كل حاجة ان هو يركز، يعمل تايم مانجمنت لده ولده ولده ولده، ويعمل فكر وازاي يحضر ان انا اوصل للهدف ده في وقت ازاي، وكذا وكذا وكذا. مش قادر يقسم وقته، مش قادر يظبط اهدافه اصلا، لان هو عايش خرج من الكلية انا عايز اشتغل على طول. والحكاية دي انا كنت بحكيها لكم انا، يعني حكاية اللي انا بحكيها لكم دي ده كان انا وستيل لسه عندي حتة ان انا مش عارف ابدأ يعني مش عارف ابدأ ان انا اخلي كل حاجة بيرفكت، ومفيش حد يعرف يوصل ان هو يبقى 100% بيرفكت في كل حاجة، يعني على كذا وتيرة هو مش هيعرف يبقى ماشي بيرفكت في كل حاجة. ودي الطبيعة، دي طبيعة البشر، أحسن واحد ما بيعرفش يمشي أحسن حاجة يعني. بس ستيل لسه أنت تحت الأحسن بشويتين تلاتة، الواحد لسه ما وصلش إن هو يبقى أروش واحد، الواحد لسه ما وصلش إن هو اللي هو خلاص أنا عملت اللي عليا فعلا، لدرجة إن أنا
مش قادر احط حاجه تانية زياده. احنا بنحس ان احنا عاملين كده، احنا بنحس ان احنا جايبين اخرنا، بس هو مش موجود. احنا كل واحد شايف ان هو لما يقعد له ساعتين ثلاثه شغال بجد، او ان هو قعد مع اهله شويه ففاكر ان هو كده بيعمل احسن حاجه. ولما جاب قرشين وصرفهم على كلام فاضي وخرج وعمل وبتاع، وفاكر ان هو كده بيشتغل ويجيب فلوس وبيعرف يبسط نفسه، مع ان كل الحاجات دي لحظيه، حاجه لحظيه كده، حاجه تفك زنقه وطارت وفضل بقى زي ما هو قاعد في بيتها كده. ودي القعده اللي انا فيها دلوقتي عامه يعني، بالمناسبه يعني. بس المهم، ازاي ابدا؟ فازاي ابدا ان ابدا؟ سؤال الحلقه النهارده، ازاي ابدا ان ابدا؟ مش عارف يعني. انا مش عارف حقيقه ازاي تبدا انك تبدا. بس هي بتختلف من انت عايز تبدا في ايه، وانت مستواك فين، وانت ايه اصلا يعني. انت قدرتك ايه، مستواك عن المكان او الحاجه اللي انت عايز تبدا فيها بيبقى واصل لفين، عشان كده تبدا تحدد هتبدا ازاي. بس دايما بيبقى في قواعد، دايما في حاجات ثوابت انت هتمشيها، زي ما هنا زي ما هنا زي ما هنا، هتعمل هنا هنا هنا. طب ايه هي القواعد اللي انا ممكن ابقى ماشي بيها، او الانستراكشنز اللي ابدا بيها على الاقل لحد ما ابدا ارسم خطتي، او ابدا اعرف انا هعمل ايه عشان ابدا؟ دايما خليك عارف على الاقل انت هتعمل ايه الفتره الجايه اللي هي قدام، الفتره القريبه دي، عشان انت لسه ما تعرفش، لسه تعرفش. انت مش عارف اصلا، انت ما دوستش في حاجه، فانت لسه مش عارف انت اللي قدام في ايه. فعلى الاقل خليك راسم اي خطه صغيره بس للفتره اللي جايه دي، ومن هنا تبدا واحده واحده. تفهم بقى يعني، تفهم السوق، تفهم على حسب انت عايز تبدا ايه. عايز تبدا كونتنت مثلا، فخلاص انت معاك موبايل. انا دلوقتي معايا موبايل بصور بيه وجايب اي حاجه كده وبسند البتاع وخلاص، فاهمني. معايا رينج لايت، شويه شغال شويه مش شغال، المهم يعني. هات اي حاجه عندك وابدا بيها، فاهمني. زي ما انا عملت كده، عايز اعمل فيديو بقالي كتير قوي ما عملتش فيديو، قمت بادئ. فانت عايز تبدا مثلا كونتنت، ابدا كونتنت، هات اي موضوع خش فيه، فاهمني. عايز تبدا مذاكره في كورس، هات ابدا شوف الكورس ده بيتجاب منين، وفضي له وقت في يومك، فعلا فضي له وقت في يومك كده. ما تقولش ان انا معايا كورس وعايز ابقى اشوف وقت، عايز ابقى اجيب له وقت بقى، عايز لما اخلص امتحانات ابقى اشوفه، عايز لما اخلص شغل كده بالليل ابقى اعدي عليه اشوفه. لا، انت يعني حط نفسك في الحاجه، فضي لها الوقت، رتب يومك. الموضوع كله انت نفس ال 24 ساعه اللي معاك، زي اللي مع نجيب ساويرس، زي اللي مع افشخ واحد في المجره يعني. هو نفس اليوم بتاعنا كلنا، الفكره كلها في تنظيم يومك. زيه زي اللي بياكل اكل مش صحي، او زيه زي اللي بياكل اكل عامه بس ما بيوصلش النتيجه لما بيبقى عايز يعمل دايت بلان، وعايز يخس او يتخن او عايز ايا كان هدفه ايه، هو مش عارف ينظم يعني. انت ربنا مديك كالوريز ومديك وجباتك، انت مش عارف تنظمهم في يومك. فدي مش مشكله مجتمع، ولا مشكلة أهلك، ولا مشكلة صحابك الخاينين، الستوريز بقى صحابي سابوني والحكايات دي كلها، ولا صاحبتك اللي فكست لك. لا، دي مشكلتك انت، يومك وطريقك ومستقبلك وحاجاتك انت، فانت المسؤول عنها. يعني نفس ال 24 ساعه بتوعك هم بتوع بيل جيتس مثلا. انت دلوقتي زي ما قلت لك، انت شوف انت الهدف اللي انت عايز توصل له ايه، ايه الحاجه اللي انت عايز تبدا فيها اصلا. يعني ايه البوينت اللي انا عايز اوصل لها، ايه الحاجه اللي انا شايف ان انا لو بدات فيها هتفرق جدا في حياتي. واحد مثلا عايز يبدا كورس، واحد عايز يبدأ يشتغل في حاجة معينة، يخش مجال معين يبدأ يذاكر له، فابدأ ذاكر له حاجة بيزك. انا عارف ان هي حاجة بيزك، واللي هو طب ما تعمل كونتنت، طب ما تعمل معرفش ايه، كانت تايه عني في ما اعمل فعلا. بس انا عشان اتلسعت في الكلمتين دول قبليك، مش هاجي اقولهم لك برضه نفس الشيء، لان برضه انا ما عملتش حاجة من لما اتقال لي كده. يا اسطى، هي بس هي الفكره كلها في ان انت تتوكل على ربنا، تنوي ان انت عايز تعمل الخطوه دي او تاخد الخطوه دي. وتاني حاجه انك تستخدم فعلا امكانياتك في الشيء ده، توظف الحاجه اللي في ايدك بالشيء ده او للشيء ده. التوظيف ده فيه كذا حاجه وليه كذا طريقه. زيه زي انك تطور نفسك، تطور ذاتك، تطور نفسك بمعلومات، كورسات، حاجات تقرأها، كتب، بودكاست، حاجات تتعلم منها، فيديوهات. في ناس كتير قوي بتعمل فيديوهات لكذا حاجة في المجال، وكلهم ببلاش من غير ما تدفع جنيه. بس مش هتكلف حاجة غير وقتك، واللي هو اتوقع انت مضيع في حاجات تانية. في تولز تانية تقدر تفيد نفسك بيها، انك تنفست فيها اكتر. زي انك مثلا لو انت اللاب بتاعك وانت مش شغال، او انت ما عندكش لاب اصلا وبتمنتج من الموبايل، وعايز تابجريد بقى انك تعمل حاجات اروش، فتحوش مثلا شويه فلوس وتجيب بيها لاب مثلا حتى لو بسيط، تبدا فده نوع من انواع ان انت بتستثمر في نفسك. ده اللي هيخليك تبدا برضه. وده مش معناه ان انت ما تبداش،
ان لحد ما تقعد توصل لماشين تشغل لك حاجتك يعني. بس القصد اللي هو انا مش لازم التطور يكون على شكل حاجه واحده. يعني التطور مش لازم يكون صوره واحده من الصور اللي احنا بنشوفها، لا التطور ممكن يكون في التولز اللي انت بتستخدمها عشان توصل لهدفك، ممكن يكون في وقتك انك تستغل وقتك اكتر في كذا حاجه، فانت كده عملت تاسك زياده فاستغليت وقتك اكتر، فبدات البرودكتيفيتي والانتاجيه عندك تزيد تتدبلر، فاهمني؟ فده من نوع من انواع التطور بشكل من الاشكال اكيد. زي ما قلنا مش لازم يكون حاجه واحده حاجه معينه، لا. كمان من حاجه تانية من انواع التطور برضو علاقاتك دي من اهم الحاجات اللي ممكن تنقلك نقله، زي ما هي ممكن تنزلك تحت الارض. يعني انت حاول تشوف مجالك اللي انت عايز تودي فيه، وتبدا واحده واحده تكلم ده وتكلم ده، ولو في ايفنتس او في حاجه بتنزلوها، او المجال بتاعك ده سايت ليه مكان بننزل فيه الناس دي بتتجمع. يعني مثلا واحد بيتعلم برمجة، دكتور اللي بيدي كورس البرمجة ده بيدي في مكان الفلاني، والتيم اللي كلنا بنحضر فيه كورس سوا بينزلوا مثلا في مدينة نصر، بنقعد من الساعة كذا لكذا. طب أنا هبدأ واحدة واحدة، أنزل أعرف الناس دي بتقعد فين، الكلام ده كله، وقاعدة ورا التانية أبدأ أعمل علاقات، أبدأ إن أنا أنزل قعدات معاهم، أبدأ نتكلم في البيزنس، نبدأ نتكلم في الكورسات دي. طب والله انا عندي كورس كذا، طب يلا نروح سوا. فهي الكونكشنز عامه، ودايما ان الناس تبقى عارفه بعضها، ده اللي بيجيب دايما، يعني ده اللي بيشد الصاحب. يعني انت تبقى عندك حاجه وعندك حد ريليتد بنفس المواضيع اللي انت بتحبها، وهيبقى عنده نفس الشغف باللي انت بتحبه، فهو دايما عنده حاجه زياده مش عندك، وانت نفس الشيء عندك حاجه زياده مش عنده. فلما تتجمعوا انتوا الاتنين هتفيدوا بعض بشكل من الاشكال، وده معروفه، وده في اي حته. جرب ان انت يبقى عندك حاجه تشاركها مع حد صاحبك عنده نفس الحاجه، طبيعي هتلاقي انتوا الاتنين مختلفين، بس هتخرجوا انتوا الاتنين من التجربه عامه مستفيدين يعني. مش حاسس انا بتكلم بسرعه، وحاسس ان انا ملخبط الدنيا، بس زي ما بقول لكم انا بحاول اصور اي حاجه عشان تبقى توثيقا كده قبل ما اخش الجيش، يعني كلها يومين 3 بالكتير. ودي من ضمن الحاجات برضو اللي الواحد ما كانش مستعد لها اطلاقا، وكان شايف ان هو مش هيخشها، وكان فاكر ان هو هيخش ياخد اعفاء يعني وكده. بس لما الواحد خلاص تيقن ان هو ما فيش ولازم هيخش، فالريزيلينس والادابتابيلتي بقى بدأت بدأت تفحفح. المرونة والتأقلم، التأقلم والمرونة، كلمتين بجد لو حسيتهم، يعني كلمتين لو حسيت يعني ايه مرونة، يعني ايه تأقلم، انك تتأقلم مع الوضع اللي انت فيه. يعني انا دلوقتي مثلا زي ما اتكلمت ان كنت يعني خريج او طالب خلاص هبقى اتخرج، مش عارف اعمل ايه، فجأة اترميت في الشغل، فجأة بعد الشغل ده انت اترميت في الجيش. فانك لو ما تأقلمتش مش هتعيش، الواحد مش هيعيش بجد لو مش عارف يتأقلم. لو مش هيتأقلم اصلا مش هيعرف يعمل انتاجية، مش هيعرف يبقى فيه مش هيعرف يفانكشن، مش هيعرف يأدي في المجال ده. ده الادابتابيلتي، ان هو يعرف يواكب بسرعة. والمرونة ان هو يكون مش مرن كده، مرن اللي هو بنفس، اللي هو انا كويس، انا هتحط هنا هودي، هتحط هنا هودي، وما عنديش مشكله، يعني انا مش هبقى متضايق. ويبقى المرونه برضو زي ما قلنا يعني اقرب للادابتابيلتي او التاقلم، بس في مرونه النفس بقى، ان الشخص يكون مرن سلس. ودي هتتعلمها في علاقاتك قدام، او لما تيجي تحس ان انت في حاجات ما بتخلصش باللي هو انا عايز كذا، لا. تبقى دايما هتلاقي لو انت بتتعامل مع ناس في واحد بيقول رأي وانت بتقول رأيك، فنبدأ مش كل حاجة رأيي انا الصح، مش كل حاجة انا دايما الصح، وفي نفس الكلام الطرف التاني مش هيبقى كل حاجة هو الصح. فمن هنا بيبقى مثلا ده مثال كمرونة، ان هو ابدا اسمع، ابدا افهم التاني وجهة نظره، ممكن تكون بشكل او باخر التاني مثلا صح عني في حاجة. فدي من ضمن الحاجات اللي ليها علاقة بالمرونة برضو، ان الشخص يكون كده، يعني مش متعصب كده، مش اللي هو انت فاهمني طبعا. بس في حاجات كتير قوي جدا في دماغي، وفي امثله كتير عايز اتكلم عنها، بس حاسس انا مش عايز اطول عشان الحق انام. بس عايز احكي بقالي كتير قوي ما فتحتش الكاميرا وحكيت واتناقش كده. الحاجات دي كلها انا مفتقدها، وهفتقدها اكتر الفتره الجايه. ودي رساله لنفسي، يعني رساله لنفسي لما اخرج من الجيش هبقى ابص لي على اللي انا هقوله ده دلوقتي. بس يا اسطى انت قسما بالله عملت حاجات غيرك ما يعرفش يعملها، عملت حاجات انت شخصيا ما كنتش تعرف تعملها. شخصية تانية مختلفة حبيتها عامة، انشف، وعندها الادابتابيلتي والريزيلينس بقى اللي كنا بنتكلم عنها.
مبسوط بيا انه كسب المهارة دي. يعني مبسوط بيا ان انا كسبت الكونسبت ده، وبقيت عندي حتة ان انا اتحط في الحتة واودي. يعني ارميني انت بس وانا باذن الله يعني بكرم ربنا اتعايش. مبسوط ان انا وصلت لحاجات كتير قوي ما كنتش متخيلها. ده شيء بيقول لك اللي هو عوض ربنا جاي. يعني شيء بيقول لك ما تتضايقش، اللي هو معلش بيطبطب عليك كده وما تتضايقش. وكده كده انت في حاجات تانية اروش، في حاجات تانية احلى هناك اهي. بس انت بس ما تقعدش تبص كده وتعيط على اللي انت مثلا كنت نفسك تحققه، او الحاجات اللي انت كنت عايز تعملها وما جاتش، او ربنا ما وفقكش فيها، عشان في حاجات تانية اروش بكتير واحلى من اللي انت كان نفسك فيها. صدقني. انا عارف ان انت كنتش، انا بكلمني انا يعني، بس انا عارف ان انت كنتش مقتنع بحاجه زي كده، بس لما شفت بعينك وجربت اقتنعت. ودي من ضمن الصفات الحلوه ان انا حبيتها فيا، ان بقيت اللي هو استنى، اتقل. يعني سيبها تبوظ واتقل. هي هتتحل. بس ده مش معناه ان انا افكس، ان انا اقعد بقى واللي هو يا رب حلها لي بقى من عندك انت. لا، يعني انا بقيت بتكلم في ان انا ما اقعدش اقول طب انا بعمل ومفيش نتيجه. لا، انا اعمل وما استناش النتيجه. النتيجه هي كده كده بقى بتاعت ربنا مش بتاعتي. فدي من ضمن الحاجات الجامده فشخ اللي الواد حلمي كسبها. مش عارف يا اسطى انت ممكن هتكون فين بعد كده. انا مش عارف انت هتكون، ممكن يكون اصلا بجد انت ممكن تكون انت شايف ان انت هتقدر تودي، بس فعلا ممكن تكون عشان انت لسه ما اتحطيتش برضه في الحاجه اللي جايه، فالله اعلم. بس انا يعني امر من ربنا يعني ان هو يثبتك كده وينشفك شويتين. وطبيعي اي حاجه انت بتعدي عليها بتبقى درس للي جاي. يعني كل الحاجات اللي انا عديت عليها السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها فهي كانت درس لدلوقتي. يعني لو نفس المواقف عدت عليا اللي بتاعت من سنتين، دلوقتي انا هودي فيها عادي جدا. وهكذا اللي جاي لسه. فيا اسطى عايزك تشد حيلك. الفتره اللي جايه مش سهله، الفتره اللي جايه اصعب من اللي جاي من اللي فات بكتير. هتقابل حاجات اغرب، حاجات اصعب. عايزك تشد حيلك، عايزك قوي، عشان انت كده كده قوي. وقوي غشيم. يعني قوي اللي هو يا جبل ما يهزك. اللي هو يا جماعه معاكم بايه، يلا عايزين نودي. انت يا اسطى قدها. وما تسمعش كلام حد، ما تسمعش كلام حد. عود نفسك بالناس اللي انت شايفها حلوه، الناس اللي انت حاسس ان يجي منها بوتنشال في تطور، في تقدم، في استفاده. ما تضيعش وقتك في حاجات مش صح، وما تضيعش وقتك مع ناس مش صح، ما تضيعش وقتك في مشاوير مش صح، ما تضيعش وقتك في دراسات ملهاش لازمه. يعني ما تمسكش انت في حاجات ملهاش لازمة وتضيع وقتك فيها وعمرك فيها، وفي حاجات تانية أهم. دي يمكن النصيحة اللي أنا عايز أقولها لنفسي. ولعل وعسى واحد تايه أو كان تايه زي مثلا الفيديو ده يخبط في وشه كده يفوقه. أنا بالنسبة لي ما يفرقش معايا مين أو كام واحد بيشوف الكلام ده أو بيسمعه، بس يفرق معايا إن لو واحد بس شاف الحكاية دي وفهم القصة، فهم في كام تريك لو هو بس خلوا باله منها، ممكن دي تساعده في يوم من الأيام أو في وقت من الأوقات يفتكرني. بالنسبة لي ده كرم ربنا كده. أنا مش محتاج أي حاجة تاني، لأن أنا في الأول وفي الآخر مش بتاع اللي هو أنا بصوا تعالوا شوفوا عملت لكم النهارده كذا، تعالوا أقول لك إزاي تكسب أول مليون جنيه. لا، باذن الله هاجي في فتره اقول لك ازاي تكسب مليون جنيه يعني لما اكسبها. بس مش بدور على البوسو. شوفوني يا جماعه بس. زي ما قلت ان يهمني بس ان لو واحد بس فهم او في واحد فهم وصل له لوجهه نظري، دي بالدنيا كلها. عايز اطول عليكم وفي نفس الوقت عايز انجز عشان الحق انام. كان معاكم محمد حلمي، اخر ايامه في الملكي وكلها كام ساعه ويبدا يخش الجيش. ادعوا لي اللي بيشوف الفيديو ده، يدعي لي ويدعي لي انا واصحابي، ويدعي لاهلي، ويدعي لكل الناس حبايبي. وادعوا لنفسكم كتير. ما تبخلوش على نفسكم بحاجه زي كده. وبس. دمتم سالمين. سلام.